السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن رموز مبشرة بالزواج والرزق والخير بإذن الله. أول رمز يا جماعة هو إن البني آدم يشوف نفسه إن هو بياكل وما بيشبعش، ده رزق وسعد وخير داخل عليكم. لان البني ادم لما يشوف نفسه ان هو مش لاقي حاجه ياكلها او ما فيش اكل، ده دليل على مشاكل وهم ودين وقله فلوس وقله رزق. للبنت العزباء ان في حال واقف لها اللي هو قله الاكل يعني، وما فيش الدنيا مش ماشيه معاها. طب لو شافت نفسها بتاكل وما بتشبعش، ده ان شاء الله امورها هتتظبط والدنيا نعش معاه كده وتبقى كويسة، انت عاش كويس كده وامورها تمشي وتبقى زي الفل بإذن الله. طيب تاني رمز يا جماعة اللي هو الصلاة، ان انت تشوفي نفسك اتوديتي واقمت الصلاة وسجدت على الارض ونويت الصلاة، ده قضاء امر ليكي بإذن الله. ان كنت خطوبة او الزواج قريب للشاب الأعزب أو البنت العزباء بإذن الله. الست المتزوجة إن شاء الله سداد دين، فك مشاكل، استجابة أمر ليكي، قضاء أمر ليكي، فلوس جيالك بإذن الله. للرجل وعلو في مكانتك، ربنا هيديلك أمر أنت دعيت بيه، رزق جايلك، ميراث جايلك بإذن الله. دي الصلاة يا جماعة، قضاء شيء يا جماعة. طيب تالت رمز اللي هي السمنة، رؤية السمنة أو القشطة أو اللبن أو الجبنة، ده رزق ورزق دايم ورزق داخل عليكم وسعد داخل عليكم بإذن الله. ربنا يا رب ينولكم الرؤى الجميلة دي بإذن الله. المرأة الجميلة طويلة، لو شفتوا المرأة الجميلة في المنام إنها طويلة وتخينة، ده رزق ورزق كبير جدا ودنيا مجهولة جايلكوا جميلة. بقدر جمال الست أو المرأة اللي انت شفتيها بقدر جمال الدنيا والفلوس اللي داخلة عليكم والرزق اللي داخل عليكم بإذن الله. رابع رمز يا جماعة اللي هو الطيران. الطيران يا جماعة، رؤية الطيران دي جميلة. تشوف نفس الرجل المتزوج لو شاف نفسه طاير، ده دلل على السفر، دلل على العلو في شغلك، دلل على الرزق الكبير لك. للست المتزوجة دلل على علو في عيالك، هيكونوا ناجحين متفوقين، ميراث انت مستنياه هيجيلك، سفر بتتمنيه لجوزك هيتحقق لك، رزق داخل عليك، فرح وهنا داخل عليك لانك شايفه نفسك طايره وطايره فوق، ده علو في مكانتك باذن الله. للبنت العزباء دلل على الزواج لها والخطوبه القريبه. الولد الاعزب دلل على الزواج والخطوبه القريبه باذن الله. الطيران يا جماعه والسفر. طيب رؤيه الجده المتوفيه او الجد المتوفي لو جولك في المنام للبنت العزباء، دلل على الزواج، لان كلمه او الخطوبه، لان كلمه الجد او الجده جايه من كلمه امور جده او الجد، موضوع جد هيتم، كونوا مستنيه من زمان، ربنا هينولهولك باذن الله وهيتم. لو شفتهم ان هم مدينكوا حاجه، ده بيبقى رزق، سواء للست المتزوجه او الراجل المتزوج. عطيه المتوفي رزق يا جماعه، واكبر رزق بيبقى في حاجه انت مستنياها وهتقضى خلاص، لان هم متوفين من دار الحق، حق هيرجع لك، امورها تتظبط لك، خير داخل عليك باذن الله، والله اعلى واعلم. ده يا جماعه رأى الرموز اللي هي دايما مبشره بالخير والسعد والهنا باذن الله عليكم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.